جدا وبنقدره. يمكن زميلي الدكتور محمود اتكلم في بعض النقاط المتعلقه بالمشروعات اللي نفذتها الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال10 سنوات الماضيه، واللي تركزت في جوانب مهمه جدا ضروري اننا ناخد بالنا منها، وهي جوانب استقرار مؤسسات الدوله المصريه والحفاظ على امن وسلامه الدوله المصريه من جوانبها المختلفه على مستوى الشرق وعلى مستوى الغرب. استاذنكم حبايبي، انا لما الدكتور حسام بيتكلم والله بسمعه، والله بشتري جريده الاقتصاد السياسي مخصوص علشان اسمعه، والله سمعانكم ليها يفيدكم. انا كمان مش هطول عليكم، ولكن عايزين نوضح مع بعض النقاط المهمه. خلال ال10 سنوات احنا واجهنا تدخلات من الغرب ومن الشرق ومن الشمال، كان كل الهدف منها زعزعه استقرار الدوله المصريه، الا انه مصر بقوه مؤسساتها وقوه جيشها استطاعت انها ترفض الارهاب في الشرق، وانها تضع حدود قويه حتى لا يتدخل احد من الجهه الغربيه. اما بالنسبه للجنوب فده احنا شايلينه للصعايده. الصعايده هم اللي مسؤولين عن الجنوب. لم يذكر ابدا في تاريخ مصر انه حصل اي اعتداء او محاوله حتى للاعتداء على الدوله المصريه من ناحيه الجنوب. وانا في تقديري ومش عشان انا راجل صعيدي بتحيز يعني، ولكن يكفي ان الصعايده موجودين، فده في تقديري لا يمكن ابدا ان تختلف الدوله المصريه من الجنوب. وقوه وصلابه العائلات في الصعيد والقبائل. النهارده جزء كبير من عائلات الصعيد اشراف، شيوخ وشباب موجودين النهارده في شكل اتحاد، في شكل نقابي، في شكل مؤسسي، بيحاولوا ان هم يعملوا لحمه مع بعضهم البعض من اجل ان هم يكملوا رساله من سبقوهم في اهل القبليه واهل العيله. فالنهارده رسالتنا لحضراتكم اننا خدنا سنوات طويله، حاولنا في السنوات ديت اننا نحافظ على مؤسساتنا، نحافظ على استقرارنا، وفي نفس الوقت قدمنا مشاريع قويه. في مشاريع اتنفذت في مصر يعني في تقديري انه 10 سنين قليله على تنفيذ هذه المشروعات، ولكن الطموح اللي فيه الاراده السياسيه خلينا نقول ان السنوات القادمه هيكون فيها قدر كبير جدا من المشروعات، وكمان الدوله هتنعم بجزء كبير جدا من استقرارها وامانها. هنكمل كده وهنكمل بالدوله ومؤسساتها، وهنكمل بينا احنا كعائلات وكقبائل وكشيوخ اشراف وشباب اشراف. وطبعا البركه الكبيره في الشباب والشيوخ الموجودين اللي بيرشدونا لطريق الصواب. انا عايز النهارده احد يعني المحطات لينا في الصعيد نكون ماشيين من هنا مطمئنين ان كما كان الصعايده على قلب رجل واحد ان هم يكملوا على هذا الامر. احنا ما خرجناش للدنيا فاهمين حاجه او مدركين حاجه الا بعائلاتنا، الا بكبارنا في الصعيد، الا ب يعني رموزنا اللي موجوده في الصعيد. فبنشوف انه الصعيد الحقيقه يعني نرتكز عليه، الصعيد نرتكز عليه والدوله بترتكز عليه. فالنهارده واحنا موجودين هنا بنبعت رساله من داخل محافظه بني سويف اننا خلف القياده السياسيه وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، واننا ان شاء الله مكملين في مسيره النجاح، مكملين في مسيره الاستقرار والتنميه من اجل قوتنا انها تستمر، ومن اجل الشباب اللي موجود النهارده اللي احنا بنشوف انه لازم يكون ليه مستقبل افضل كمان من اللي احنا بنعيشه، ويليق بيهم ويليق بطموحاتنا. فمصر كبيره ومصر مهمه ومصر يليق بيها كل اللي موجود من يعني كل اهل البيت وكل الاولياء اللي موجوده، كل اللي احنا متطلعين عليهم من صالحين في هذه البلد، انها تكون في منزله اكبر من كده وانها تستمر في دورها العظيم. ولا يليق ابدا بوجودكم ان مصر تكون ادنى من انها تكون عظيمه. مصر هتبقى عظيمه بيكم، مصر هتبقى قويه بيكم، مصر ان شاء الله متقدمه ومستنيره وعلى الطريق الصحيح. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا على الاستضافه.
بصراحه انا داخل بني سويف النهارده دي اول مره انزل فيها بني سويف. حسيت بالفخر ان اجي مع المسلمين والله. يعني وانا داخل شفت هرم ميدون من افضل الحضاره اللي موجوده في البلد، تكون من افضل الحضارات اللي موجوده في العالم اجمع. حسيت بالشرف قد ايه الناس اللي هنا كلها عندها ارث حضاري ومؤثره في تاريخ العالم كله. بني سويف في اليوم 15 مارس 1919 كانت كنائسها اول كنائس في العالم بترفع الهلال فوق الكنائس بتحدي قوي للمحتل الانجليزي. هي بني سويف نفسها اللي ضاف ظهر دولتها وظهر قيادتها تقول لهم ان مصر دوله قويه. يوم 7 اكتوبر اللي فات رئيس السيسي وقف قدام العالم كله رغم الدعم الاوروبي والامريكي لاسرائيل وقال لهم لا ثلاث لكان. لا لاجلاء الفلسطينيين من غزه، ولا لتصفيه القضيه الفلسطينيه، ولا لتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب مصر. الرئيس السيسي جاب قوته من قوه دولته، وقوه الدوله هي قوه الشعب اللي قادر رغم كل الظروف والتحديات انه يكون موجود ومؤثر ويقول للعالم كله ان قوه الرئيس القوه من علاقته بشعبه، شعبه اللي هيفضل في ظهره مهما كانت الازمات والتحديات. كلنا بنعاني وكلنا متاثرين وشايفين وعارفين، ورغم ذلك هنفضل في ظهر القياده السياسيه. محدش هيضحك علينا في يوم يقول لك ده هو كده كده ناجح. هو ناجح من قوته بشعبه، هو ناجح من علاقته بشعبه. انت عارف قد ايه طيله الفتره اللي فاتت اتعمل من انجازات ومشاريع كانت بني سويف لها الصبر فيها. مصر خلال الفتره الاخيره طلعت 1300 تشريع، منهم هيئات وادارات تم انشائها جديده، منهم الاكاديميه الوطنيه للتدريب. بني سويف هي المحافظه الوحيده اللي راس السلطه التنفيذيه فيها خريجين الاكاديميه الوطنيه للتدريب، بدايه من السيد المحافظ، السيد الزيد، السيد المعاون، اللي بشرف كلهم زمايلي وليه علاقه قويه بهم جدا. بني سويف اللي فيها اكبر مدن زراعيه موجوده حاليا، سواء في مدينه بني سويف الجديده اللي انا شرفت ان انا نزلتها مشروع سامسونج مدينه مصنع سامسونج اللي موجود فيها. بني سويف على مقربه من مدينه طربون اللي هتكون اكبر مدينه صناعيه في العالم، وعلى مقربه من القطار الكهربائي اللي هيجي من العين السخنه واصل للعالمين. الدوله اتعمل في كل محافظاتها مشاريع، مفيش حد من الريف ولا من الريف اصلي من محافظه غربيه الا ما شاف تاثير مشروع حياه كريمه على قرى مصر. الصرف الصحي اللي كنا بنقدم طلبات بالنواب بيقعد بال 10 ولا 20 سنه عشان يخش، دخل قرى في مصر في الصعيد وفي الدلتا. الغاز اللي ما كناش نسمع عنه في القاهره دخل عندنا. الانابيب اللي كنا بنجري في فصل الشتاء عشان نجيب انبوبه هتتلغي وتنتهي. بني سويف هي مش بس عنوان الصعيد ولكن هي المدينه اللي هنطلع منها من هنا ونقول هي دي اكبر محافظه في ظهر السيد الرئيس. مش هطول عليكم بس انا مبسوط ان انا موجود في القاهره. شكرا جدا. الشكر والتقدير للدكتور سعيد صديقي الراقي اللي يشرف بلده ودايما معلوماته ودايما اضافاته قويه، ويعني كثير من العلاقات. وانا بقول لاهلي هناك امامي ما تسيبوهوش، اللي عايز منه حاجه يقدر يطلع هنا اهو، اي طلب اي حاجه وزاره الاستثمار يقول له. طبعا يسعدني اني اسمع كلمه من الحاج فرج النبي سلم، سيدنا النبي، سيدنا النبي، النبي تاني، وده فرج النبي. السيد الشريف فرج النبي، واللي ان شاء الله الاسبوع القادم اللي وراه هنبقى عنده الجامعه العماليه ان شاء الله في نادي العماليه اللي في المؤسسه. اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا استاذن المنصه طبعا لاخواتي واولاد عمي يقف دقيقه احتفال على شهداء الجيش والشرطه والشعب. اتفضلوا. طبعا انا بستاذن اخواتي، هم طبعا اخواتي مش هيزعلوا مني، بس هم بيحبوا العمل الخيري الدموي. انا راجل سياسي، يبقى طبعا ما نقدرش نبتدي حفل جامع دوت، حفل جميل لقائي العظيم اللي ما يتعوضش تاني، واللي يجي بعديه هيتعب
الشباب كله يسمع الكلام دوت. عاوز كل اسره من اهالينا في بني سويف وجميع محافظات مصر. لما انا عملت بث مباشر امبارح من 3 للساعه 4 قلت يا جماعه ناخد الاسره كامله، الراجل ياخد الست بتاعته واولاده ينزلوا عشان يطلب صوتهم. الرئيس ده يمينه علينا ويبقى يمينه على مصر وعلينا. ينزلوا الجديد ننزل ال 100 مليون. انا عاوز ال 100 مليون في الشارع، 100 مليون قدام اللجان. يهمنا ايه؟ مش مهم يخش، يعني بيخش بيكتب صوته، الباقي يبين للعالم اللي شايفنا قوي. احنا دلوقتي بقينا كبيره بسبب الرئيس السيسي. ولولا الرئيس السيسي تعبنا داخليا بس سلحنا وخلانا ابطال، ما كانش حد قرب لينا. وانتوا عارفين ده. عشان كده انا بتمنى ان الشباب كله ينزل بتنسيقيه الشباب، بشباب القبائل، الساده الاشراف. احنا ما شاء الله نخوف بلد. احنا مش نجيب رئيس جمهوريه، احنا نجيب 5 رئيس جمهوريه. احنا كشباب القبائل 10 مليون. احنا الاشراف كلها مستوى الجمهوريه 22 مليون. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لازم في النص كده يسيبنا النور، لان انتم فيكم النور. علشان كده هنقول اللهم صل على من منهم شقت الاسرار. اللهم صل على من منهم شقت الاسرار وانفلقت الانوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم ادم فاعجز الخلائق. ربنا ان شاء الله هيعمل اعجاز بفضل نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا معايا المهندسه مروه، ودي مديره اداره المتابعه في المجلس المحلي، وهي زميله. انا ما قلتلكوش ان انا في مكتب محافظ القاهره، طبعا هي زميله. وعلشان انا عارف قد ايه الاداره المحليه بتتعب، انا بطلب من ولاد اعمالي ان هم يساعدوها في شغلها ويخلوا بالهم ان هي بتأدي دور عظيم ودور قوي، والمقابل اقل بكتير. المقابل المادي والمعنوي اقل بكتير من الدور اللي بتقوم بيه. انا هستأذنها ان هي يعني نسمع منها كلمه تضيف